بيبدأ الفيلم بهيزر وهي مع صاحباتها كوني وإيمي، وبنشوفهم بيجروا بسرعة جدا في المحطة علشان يلحقوا القطر اللي مسافر لبرشلونة. وفعلا بيقدروا يلحقوا القطر في اللحظات الأخيرة، وبيدخلوا يرتاحوا بعد الجري ده. وبنعرف إنهم طالعين رحلة سياحية كبيرة في أوروبا، وإن هيزر شخصية منظمة جدا وبتحب التخطيط لكل ثانية في حياتها. وهم في القطر، إيمي بتلاحظ شاب من الركاب وبيعجبها، فبتقوم وتروح تتكلم معاه، وبتتعرف عليه وتسيب هيزر قاعدة لوحدها. وبعد شوية بيظهر شاب تاني اسمه جاك، وبيدور على مكان ينام فيه، فبيطلع ينام في الرف اللي فوق الكراسي المخصص للشنط، وده بشكل غريب وعفوي. وبالليل جاك بيصحى وبيبص على هيزر وبيبدأ يتكلم معاها لأنه مش عارف ينام، وبيعرفها إنه من نيوزيلندا، وإنه شخص بيحب يعيش اللحظة بعكس هيزر تماما اللي بتحسب كل حاجة بالورقة والقلم. والصبح لما بيوصلوا مدينة برشلونة بيتفق جاك معاهم إن هم يتقابلوا بالليل في ملهى ليلي، وده علشان يسهروا سوا. وفعلا بيتقابلوا هناك، لكن كوني وإيمي بينشغلوا مع شباب تانية وبيسيبوا هيزر لوحدها وسط الدوشة. فجاك بيعرض على هيزر إن هم يخرجوا من دوشة المكان ويتمشوا شوية بره علشان يعرفوا يتكلموا في هدوء. وهما بيتمشوا، جاك بيحكي لها سر مهم عن رحلته، وبيقول لها إن جده ساب ليه مذكرات فيها أماكن زارها زمان، وهو قرر يجي أوروبا مخصوص علشان يزور نفس الأماكن دي وبنفس الترتيب كمان، وده كان نوع من إحياء ذكرى جده وتنفيذ وصيته. وبنشوف إن بيحصل ما بينهم إعجاب متبادل، وجاك بياخدها في مغامرة مجنونة وبيركبوا تلفريك، وبيبصوا على المدينة كلها من فوق في مشهد رائع. وبيقضوا ليلة رومانسية هناك وهما بيتكلموا عن حياتهم وأحلامهم المختلفة. وتاني يوم الصبح بيضطروا يهربوا بسرعة من التلفريك قبل ما العمال يوصلوا ويمسكوهم، لأنهم بايتين فيه بشكل غير قانوني. وفي الوقت ده إيمي بتكلمهم في التليفون وهي منهارة وبتعيط، وبتحكي لهم إن الشاب اللي اتعرفت عليه في القطر طلع نصاب وسرق الفلوس وجواز السفر وهرب. فجاك بيقرر يساعدهم فورا، وبيروحوا كلهم لشقة الشاب ده وبيواجهوه باللي عمله. ولما بيحاول ينكر ويهرب بيقتحموا الشقة وبيدوروا بنفسهم لحد ما يرجعوا المسروقات كلها، وكمان بيلاقوا فلوس زيادة معاه، فبيقرروا ياخدوها كتعويض عن الموقف اللي حطوهم فيه. وبالفلوس دي بيأجروا عربية وبيسافروا بيها لقرية ساحلية جميلة علشان يغيروا جو وينسوا اللي حصل. وهناك بيقضوا وقت ممتع جدا وبيلعبوا وبيستمتعوا بالبحر والشمس. وبعدها بشوية صاحبات هيزر بيقرروا يكملوا رحلتهم لوحدهم في مسار تاني، وهيزر بتاخد قرار جريء إنها تكمل مع جاك في رحلته لتتبع مذكرات جده وزيارة باقي الأماكن. والعلاقة بين جاك وهيزر بتبدأ تتطور وتقوى مع كل مكان جديد بيروحوه. لكن بيحصل موقف غريب لما جاك بيشوف مجموعة سياح بيتصوروا سيلفي، فبيتعصب جدا وبيقول إنهم منافقين وسطحيين ومش عايشين اللحظة الحقيقية. وده بيضايق هيزر لأنها بتحب توثق ذكرياتها بالصور، وبتحصل ما بينهم مشادة كلامية وكأنها هتسيبه وتمشي. لكن جاك بيلحقها وبيعتذر لها وبيطلب منها تأجل سفرها وتفضل معاه فترة كمان. وهي بعد تردد بتوافق، وبيكملوا رحلتهم ومغامراتهم المجنونة في مدن مختلفة. ومن ضمن المغامرات دي إن جاك بيقرر يشارك في سباق للجري مع الثيران، لكنه بيتصاب في دراعه وبيتنقل للمستشفى. والغريب إن طول الرحلة جاك كان بيجيله تليفونات كتير من دكتور، وكان بيحاول يداري على هيزر ويغير الموضوع، وكان بيبان عليه القلق والتوتر كل ما التليفون يرن، بس ما بيقولش لهيزر أي تفاصيل عن المكالمات دي. وفي يوم وهما في لحظة صراحة، هيزر بتسأل جاك عن مصير علاقتهم ومستقبلهم سوا هيكون شكله إيه، لكن جاك بيتهرب من الإجابة بشكل واضح، وبيقول لها إنه مش بيحب يفكر في المستقبل وعايز يعيش اللحظة دي وبس. والرد ده بيعمل ما بينهم مشكلة وبيخلي هيزر تحس بعدم الأمان في العلاقة. وجاك بيحاول يصلح الموقف ويفاجئها في الليلة اللي بعدها بإنه يقرر يسافر معاها لنيويورك ويكمل حياته معاها. وهيزر بتفرح جدا بالقرار ده وبتحس إن كل مخاوفها راحت. لكن وهما في المطار ومستعدين للسفر بيجيله اتصال ضروري جدا من الدكتور، وبيبلغه إن حالته خطر ولازم يرجع العيادة فورا. فجاك بيتوتر جدا وبيستأذن هيزر إنه يروح الحمام، وبيسيبها مستنياه عند البوابة. ولكنه بيتأخر جدا وما بيردش على التليفون ولا على الرسائل، والطيارة بتبدأ تحمل الركاب. فبتضطر هيزر تركب الطيارة لوحدها وهي منهارة من العياط، وخصوصا بعد ما بعت لها رسالة اعتذار غامضة وقال لها أنا آسف. فبترجع هيزر لبلدها وحياتها القديمة وهي حزينة ومحبطة جدا من اللي عمله جاك وتخليه عنها في آخر لحظة. وتعدي الأيام والشهور وبتحضر هيزر فرح صاحبتها كوني على رايف، وده صديق جاك اللي حبته في الرحلة. وفي الفرح رايف بياخد هيزر على جنب وبيقول لها إن عنده أمانة ليها، وبيسلمها جواب جاك كان سايبه معاه، وبيطلب منها تقراه علشان تفهم كل حاجة. وبتعرف هيزر بعدها الحقيقة الصدمة اللي بتغير كل تفكيرها. جاك اعترف في الجواب إنه مريض بورم خطير، وإن أيامه في الدنيا معدودة جدا، وعشان كده كان بيتهرب من الكلام في المستقبل لأنه عارف إنه ملوش مستقبل ومش عايز يعلقها بيه وبعدين يسيبها تتوجع. وإن هروبه في المطار كان عشان ما تتعذبش معاه في رحلة مرضه وموته. كمان كتب لها إن الفترة اللي قضاها معاه كانت أحلى أيام حياته، وإنها هي اللي خلت لحياته معنى قبل النهاية. وبعد ما بتقرا الجواب، هيزر بتفتكر إنها شافت ورقة في مذكرات جده ومكتوب فيها اسم جزيرة اسمها سانتا بو،
والجزيرة دي مشهورة بمهرجان للرقص، وبتحس بقلبها إن جاك أكيد هيكون هناك عشان يودع الحياة بطريقته. ومن غير أي تردد بتقرر تسافر فورا للجزيرة دي وتدور عليه. وفعلا بتوصل وقت المهرجان، ووسط الزحمة والرقص بتشوف جاك واقف هناك، وهو كمان بيشوفها وبيتصدم إنها قدرت تعرف مكانه وتوصل له. فجاك بيحاول يبعدها تاني وبيقول لها إنه ما قدرش يوعدها بأي مستقبل وإن أيامه قليلة. لكن هيزر بتقول له بمنتهى القوة إنها مش عايزة غير اللحظة دي، وإنها بتحبه ومستعدة تكون معاه مهما كان اللي حصل. فجاك بيستسلم لمشاعرها وبيعترف لها بحبه، وبيقربوا من بعض وسط الاحتفالات والمزيكا، وبيقرروا يعيشوا الوقت اللي باقي ليهم سوا بسعادة وحب من غير خوف من بكرة. وبينتهي الفيلم على اللحظة المؤثرة دي واختيارهم للحب والحياة لحد آخر نفس. وبكده يكون فيلمنا النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناة، وأكيد تفعيل زر الجرس، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وأشوفكم الفيلم اللي جاي. سلام.